ما بعرف انتي مرات مواضيعك مالك فيها، خفي علينا من الفلر. بين قوسين مو مطلقة أنا، بس عيب عليكي إذا ما عندك رجال تحكي عن نسوان، وراح تدوقي نفس الكاس وتذكري. هلأ بصراحة أنا ما عرفت أي مقطع من الفيديو بعصك، بس يعني تعليقك انتي عن الفلر. طب عزيزتي، أنا الفلر يلي عاملته انتي دفعتي لي حقه شي؟ يعني أنا طلبت منك فلوس لحتى أنا مثلا روح أعمل فيلر؟ بعدين عزيزتي، حياتي أنت ما بتنشافي. يعني أنت بفيديوهاتك فلاتر ومغيرة ألوان التصوير ومع ميك اب ولساتك ما بتنشافي. يعني أنت بس خلقتك بصراحة يعني بتجيب عقم عزيزتي، لأنك بترعبي، عن جد عن جد بترعبي. فيعني على الأقل أنا مع الفيلر والفلاتر والكذا إنه ماشي حالي. عزيزتي أنت عاملة كل هاد ولسه منظرك مثل القندرة. يعني ما عم حاول لاقي لك حل بصراحة، ما عم أعرف. بعدين ليش بعصك كتير الفيديو؟ يعني إذا أنت سمعتي منيح بتعرفي إنه أنا حكيت عن فئة من النسوان، وقلت بأول الفيديو النسوان يلي تركوا جوازهم طمعا برواتب الجوب سنتر ورواتب الأولاد، النسوان يلي تركوا أولادهم مشان يعيشوا حريتهم. فما بعرف يعني أي جزء من الفيديو بعصك. لا، وبين قوسين مو مطلقة أنا. طيب ليش يلي فيه شوكة بتنخزه لكان؟ إذا أنتِ مو مطلقة شبه يعني شو يلي نغزه؟ بعدين يا قديشة، أنتِ شايفة إنه من الأخلاق والتربية إنه بس توصلي على شي بلد غربي تروحي أول شي تضحي فيه هو هذا الرجال، لمجرد إنه أنتِ صار عندك راتب وصار لأولادك رواتب، ولمجرد إنك أنتِ بدك تطلعي وتفلتي على حل شعرك؟ يعني هذا أخلاق؟ أنتِ على شو عم بتدافعي يا قديشة؟ على شو عم بتدافعي؟ على مين عم بتدافعي؟ شو؟ لك والله أنا كنت ما بدي أعبرك، بس يعني ما بعرف. لا، وبتروح بتكتب لي تعليق قال أنت عم تعملي هدول الفيديوهات مشان جمعي من حواليكي الشباب ومشان الدعم ومشان اللايكات والفلوس. حياتي أولا أنت 2 كلاب بالشارع ما بيعرفوكي، هذا أولا. ثانيا أنا بكندا نحن ما بنطالع فلوس على فيديوهاتنا اللي بنعملها، تمام؟ مو مثل جماعة أوروبا وغير بلاد. نحن بكندا معروف بأنه نحن ما بيجينا فلوس على المشاهدات يا قديشة، عرفتي؟ فأنا يلي عم أحكي فيه والمبادئ يلي عم أحكي فيها أنا مبادئ هي مقتنعة فيها، ماشي يا قديشة؟ يلا طيري وشكرا.